السلام عليكم. اهلا بيكم في درس جديد وشرح جديد من شروحات قناة استوديو المواهب. معاكم محمد عادل. موضوع شرحنا النهاردة عن طريقة السايد تشين في برنامج بروتولز. هنشرح السايد تشين للريفيرب. طبعا تقدر تعمل نفس الطريقة مع اي صوتين بيتعارضوا مع بعض. اللي ما يعرفش السايد تشين او اول مرة يسمع عنه هنشرحه على الريفيرب وهنعرف ازاي نعمله على برنامج بروتولز. اول حاجة ده مقطع قرآن متسجل لسه ما عملناش فيه اي تعديلات. هنبدأ ان احنا نضيف الريفيرب وبعد كده هنبدأ نعمل السايد تشين باستخدام الكمبريسور اللي موجود في بروتولز. طبعا تقدر تعمله باي كمبريسور بيدعم خاصية السايد تشين. نسمع كده مع بعض المقطع اللي معانا وبعد كده نبدأ نضيف الريفيرب. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. صدق الله العظيم. اول حاجة هنعملها احنا هنفتح تراك اوكسيلري للريفيرب عشان نرسل منه النسبة اللي احنا محتاجينها على الصوت. هنيجي عند نيو واختصار بتاعها كنترول شيفت ان. هنفتح تراك هنعمله ستيريو ونعمل اوكس انبوت وندوس كرييت. كده انا عملت تراك ارسال للريفيرب هنسميه ريفيرب وهنضيف اي نوع ريفيرب. ممكن نختار اللي موجود في البرنامج او ممكن فالهالا عشان موجود عند معظم الناس. وهنروح هنا عند قائمة السند في التراك بتاعنا او الصوت بتاعنا وهنختار من هنا التراك بتاع الريفيرب وهنبدأ نضيف النسبة اللي احنا محتاجينها. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كده احنا ضفنا الريفيرب بالنسبة اللي احنا محتاجينها على الصوت. طبعا الريفيرب بتقدر ان انت تعمل له معالجة، ان انت تضيف له ايكولايزر، ان انت تظبط الريفيرب على حسب ما انت عايز تسمعه. وبعد كده هنروح على التراك الاوكسيلري بتاع الريفيرب وهنفتح اي كومبريسور يدعم خاصية السايد تشين وليكن مثلا اللي موجود في بروتولز عشان يكون موجود عند كل الناس. هنفتح كده ده الكمبريسور اللي موجود في بروتولز. هنبدأ ان احنا نعمل اعدادات السايد تشين. هنيجي هنا عند علامة المفتاح. اي كمبريسور موجود فيه علامة المفتاح هيدعم خاصية السايد تشين. هنفتح من هنا كده ونختار باص، اي باص فاضي عندنا هنختاره. انا عندي باص هنا كنت مسميه سايد تشين هنختاره كده وهنفعل علامة المفتاح هنا عشان افعل السايد تشين. بعد كده هروح هنا عند قائمة السند في الصوت بتاعي او مقطع القرآن وهفتح من هنا وهختار الباص اللي انا كنت عامله اللي سميته سايد تشين. انت طبعا هتختار اي باص وهتختار اللي انت اخترته في تراك الاوكسيلري وهرفع الصوت اخليه عند الزيرو وهبدأ اظبط اعدادات الكمبريسور عشان يعمل السايد تشين. ذلك هو الفضل الكبير. جنات. طبعا انا لما وطيت الثريشولد في الكمبريسور ضغط الريفيرب اثناء القارئ وهو بيقرأ، واول ما انتهى تحس ان صوت الريفيرب على اول ما القارئ خلص قراءة. طبعا هو ده السايد تشين. تقدر تعمله للريفيرب، للديلي، لأي صوتين بيتعارضوا مع بعض. مثلا لو عندنا الكيك او البيز او اي صوتين في نفس الترددات مع بعض وفي صوت عايزه يكون ظاهر اكتر فبعمل له سايد تشين عشان اول ما يكون شغال الصوت التاني اللي بيتعارض معاه يتضغط والصوت اللي انا عايزه يكون ظاهر هو اللي يكون ظاهر معاه. طبعا اعدادات الكمبريسور اتكلمنا
اتكلمنا عنها كتير قبل كده. عندنا الريشيو والاتاك والريليز والثريشولد، الني والجين، كل الاعدادات دي موجودة في اي كومبريسور بتستخدمه. هنبدأ نظبط اعدادات الكمبريسور بالراحة كده مع بعض. الاول هنشغل الصوت كده. عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور. طبعا انا لما بلغي علامة المفتاح بلغي السايد تشين، طبعا بتلاقي الصوت اختلف. نبدأ نظبط مع بعض اعدادات الكمبريسور. اول حاجة هنزود الريشيو شوية، والركبة او الني هنخليها ما تكونش حادة. من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي كده طبعا الصوت بقى اوضح، وصوت الريفيرب مش مغطي على صوت القارئ. طبعا تقدر تظبط في الاتاك تايم والريليز تايم عشان تظبط الصوت ما يكونش وقت امساك الصوت او الهجوم على الصوت ما يكونش ظاهر معاك في الريفيرب. وطبعا الريليز لو حاسس انه سريع شوية ممكن تبطئه بحيث ان هو وقت الافلات عن الصوت ما يكونش ظاهر معاك في الريفيرب. نسمع تاني كده. أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا طبعا كده بقى افضل وكده واضح اكتر. من غير الريفيرب هنسمع كده، من غير السايد تشين هنسمع كده الاختلاف. دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب. طبعا الفرق واضح، القراءة ظاهرة اكتر والصوت القارئ ظاهر اكتر، واول ما بينتهي صوت الريفيرب بيملى الخلفية ورا القارئ. ودي ميزة السايد تشين، تقدر تعمله مع اي صوتين بيتعارضوا مع بعض. تقدر تعمله في الفويس اوفر لما بيكون وراك خلفية موسيقية او حاجة، بتقدر ان انت تعمل السايد تشين للخلفية بحيث ان وقت الفويس شغال صوت الخلفية او الباك جراوند يكون واطي، والاول ما ينتهي يبدأ يعلى. ودي كانت الطريقة على برنامج بروتولز. تقدر تستخدمها على ريفيرب، على الديلي، على اي حاجة. طبعا تقدر تستخدم كمان اي كومبريسور موجود في خاصية السايد تشين. واتمنى تكونوا استفدتم من الشرح، والشرح نال اعجابكم. واي حد في حاجة وقفت معاه او مش فاهمها ياريت يسيبها لي في التعليقات وانا هجاوبه عليها ان شاء الله. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.